من قبل ما الدوري يبدأ، وقُلت المدرب ده لو فضل معانا ولا هناخده أي حاجة، آخرنا هناخده الدوري بالعافية. كله قعد يقول لأ ما ينفعش نحكم عليه دلوقتي، لازم نستنى، ما هو باين أهو يا جدعان. وأي حد هيقول لي أصل إحنا جالنا عرضتين وإحنا كنا هاجمين، يا جدعان أقسم بالله كل ده اجتهادات لعيبة. قبل ما نبدأ بس يا صديقي في الكلام، يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول مرة في حياتي أشوف مدرب مش عارف يقرا الملعب. طول عمر المدربين الشوط التاني بيلعبوا أحسن من الشوط الأول. ريبيرو الشوط التاني طول عمره أوحش من الشوط الأول. أي مدرب في الحياة حتى لو بيتدرب درجة رابعة ما بيفضلش بنفس الطريقة طول الماتش، لازم يقسم الماتش على أجزاء. ألف ب كورة، هو لأ، حتى التغييرات بتاعته نفس المركز بنفس المركز. جراديشار محمد شريف، بن شرقي طاهر، تريزيجيه الشحات، كوكا عمر كمال. ويا أستاذ عمر يا كمال حضرتك مالك؟ ركبك مالها يا باشا، مش عارف تقف ليه؟ في إيه؟ والله العظيم قُلت يا جدعان أول ما جه قُلت اللاعب ده مش هينفع مع النادي الأهلي، ما حدش صدّقني، كُلّه كان بيهاجمني. هاجي لك يا عمر يا كمال بعدين، بس دلوقتي يا جدعان الشوط الأول اتفرّجنا عليه تمام زي الفل، قُلت إيه ده؟ ده الأهلي أهو بيلعب حلو، ده الأهلي زي الفل. أبويا كان بيتفرّج معايا، قُلت له بما إننا لعبنا حلو الشوط الأول فهو هينزل الشوط التاني وِحِش، طبيعي كالعادة. بالله عليكم بس ما حدش ييجي يقول لي ده إحنا لعبنا حلو وكان في سوء توفيق. هو فعلًا كان في سوء توفيق، بس المشكلة إن كل اللعب ده كان اجتهادات من اللعيبة. طب بُص هافهمها لك، لمّا أنت تروح حجز كورة وتلعب مع أصحابك اللعيبة اللي فاهمين بعض، تعملوا هو نفس الone to hat ونفس التحركات دي. أنت عندك squad لو استغليته يا ابني أنت تاكل الدنيا. فمعنى إن هو مش عارف يستغله، معنى كده إن هو فاشل، هنستناه إيه أكتر من كده؟ بدليل إيه طيب هاقول لك، لمّا غيّر مركز بمركز في الشوط التاني، هل شُفنا كورة؟ مع إن المفروض نفس الخطة ونفس التشكيلة ونفس كل حاجة، عشان quality اللعيبة ده مش فاهم بعضه أولًا، هو متلخبط من طريقة لعب ريبيرو. إنما بتوع الشوط الأول علشان هم لعيبة كورة، لعيبة بيلعبوا بدماغهم أكتر، فإحنا شُفنا الأداء ده. فأي حد بالله عليكم يقول لي اصبر تاني عليه يا جدعان ما لأ، من كاس العالم وهو باين. يعني حتى تغييراته أوقاتها غلط. دلوقتي بن رمضان هو اللي كان ماسك الملعب، ماشي عنده إنذار في أول الماتش بس هو كان ماسك الملعب وكان عارف ما ياخدش الإنذار التاني. تغيّروا بأحمد رضا، أحمد رضا اللي مش عارف يباصي الكورة طويلة، بيباصي الكورة بالراحة أوي. أنا أي لاعب بيلعب كورة وهو عامل كده ده أنا ما باحبوش. أي لاعب بيتعالى على الكورة، الكورة ما بتديهوش حتى لو هو لعيب. هو على فكرة quality لاعب جامد أوي، بس هو متعالي على الكورة شايف نفسه نجم فمش عارف يأدي. دلوقتي أي مدرب لو الملعب مقفول بيختار اللعيبة المهارية، ما بيختارش اللعيبة السريعة. فتطلّع بن شرقي وتنزّل مكانه طاهر. لو أنت يا عم حابب طاهر وعايز تنزّله كنت نزّلته مكان تريزيجيه، إنما بن شرقي وبن رمضان وزيزو لمّا بيقربوا من بعض هم اللي بيعملوا الخطورة. تروح أنت أول حاجة مطلّع بن رمضان وبن شرقي. بأي عقلية تفكر؟ أنت بأي عقلية تفكر؟ كلمتك لغة عربية فصحى، أكلمك إيه تاني؟ يعني هو أنت ما اتعلمتش من ماتش مودرن؟ فيها إيه لو أنت خلاص في آخر ربع ساعة في الماتش ده تلعب ب3-5-2 وتخلّي شريف مع جراديشار قدّام، وتخلّي زيزو على اليمين وكوكا على الشمال، ويا رجالة يا زيزو يا كوكا ارفعوا عرضيات بس. كده بدل ما أنت عندك مهاجم واحد بقى عندك 2 هيعرفوا يزاولوا المدافعين التكتل الدفاعي الكتير اللي ورا ده. إنما أنت ماشي على خط. أي مدرب في العالم لمّا بيبقى عايز يكسب بيزوّد الهجوم، مش بيلعب بنفس الطريقة. يا عم أنت لو سألت عم حارس هيقول لك زوّد الهجوم. يعني أنت في آخر ربع ساعة تنزّل أحمد رضا عشان تخترق من العمق تاني؟ وأديك شُفت في ماتش مودرن إن لمّا الفرقة اللي قدّامك بتبقى متكتلة ما ينفعش تخترق من العمق. أقسم بالله يا جماعة في البلالة، مش عارف هو عايز يعمل كده. أنا يا باشا هالعب بالطريقة دي برضه. كنت قايل لكم في فيديو قبل كده إن أنا باحسّه إن هو بيدّيهم الخطة عامةً، يعني مش بيقول لهم اتحركوا إزاي أو اعملوا إيه. هو يا باشا يالّا إحنا هنلعب بالطريقة دي، عيشوا. باحسّه إن هو ما بيمرّنهمش حتى، هو عنده قناعات. أنا يا باشا القناعات دي هي اللي عندي ومش هاغيّرها. لمّا ميدو قال على الزمالك المدرب اللي يلعب دونجا ده يبقى مش فاهم لعيبته أو مش عارف لعيبته، أهو نفس اللي حصل مع عمر كمال. يعني أنت مش شايف إن عمر كمال مش واقف على رجله، مش عارف يقف؟ يا جماعة في كورة في الدقيقة 3 والّا مش عارف 4 عمر كمال استلم الكورة وسابها وطلع يجري، يعني سابها عدّى من فوقها كده وطلع يجري، ركبه مش شايلاه، باين إن هو ركبه مش شايلاه، مش عارف يباضي صح. في مشكلة في عمر كمال. وقبل الماتش قُلنا اللي أحسن يبدأ بكوكا، على الأقل يلعبها وعلى الأقل واقف على حيله. أي نعم كوكا مش واو بس أحسن من عمر كمال. فالمدرب اللي يفضل عنده قناعات حتى لو غلط يبقى في مشكلة فيه. مقتنع بأحمد رضا، أنا مش عارف مقتنع بأحمد رضا إزاي. يا أخي يعني أنت محسس إن الشحات إن هو مش في حساباتك أصلًا. ال3 ماتشات اللي أنت لعبتهم في الدوري ولا هو كان هنا، بتنزّله في آخر 10 دقايق. ما هو أصلًا مقتنع إن هو مش هيلعب، ما هو أصلًا قاعد مش شايف الماتش عشان هو عارف إن هو مش هيلعب. فالحاجات النفسية دي أنت برضه مش فاهمها، فيبقى المشكلة عندك. يعني أفوق 2 لعيبة عندك بن رمضان وبن شرقي،
تطلعهم اول تغييرين. بن رمضان كان بيدافع، كان بيهاجم، كان بيعدي، كان بيباظي. بن شرقي كان بيعدي ويدي سيروهات جامده لزيزو. انت مش شايف ده؟ ما هو لو مش شايف ده يبقى في مشكله بقى يا جدعان. ما انا مش هتجنن لوحدي. برضه مش هنكر ان كان في سوء توفيق، بس برضه مش هنكر ان المدرب لا يفقه شيء. مش عايز اقولها بالمعنى ده، بس هو عنده قناعات واحده مش عايز يغيرها، او هو متعلم ان انا هلعب كده 90 دقيقه. بس في حاجه اسمها تقسيم الماتش، في حاجه اسمها في اخر ربع ساعه مثلا لو انا عايز اكسب هعمل ايه، هزود ايه، هعمل إيه؟ انت ما فيش، انت نفس الخطه في نفس كل حاجه. ويا جماعه انا مش بنتقده عشان ابقى بنتقد وخلاص، عشان عارف ان في ناس هيجي يقول لي لا احنا لعبنا ماتش حلو وضيعنا فرص كتير وجالنا عرضتين وكده. ايوه هو ده حصل. انا دلوقتي بتكلم على فكره، بتكلم على طريقه اللعب بتاعته، بتكلم على تغييراته، عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتنتقد وخلاص، يفهم انا بنتقد ايه الاول. والمهم بقى دلوقتي هنصبر عليه لحد امتى بقى؟ 3 ماتشات في كاس العالم و3 ماتشات في الدوري، هنصبر تاني امتى بقى؟ عشان الناس كلها تقول لك لا اصبر عليه لسه، ده لسه شوف بعد 5 ماتشات. طيب هي دلوقتي متعادلين ماتشين وفايزين ماتش، هو احنا اي فرقه بقى هتدافع مش هنعرف نكسبها؟ يعني احنا هنلعب حلو مع 5 6 فرق اللي هم بيهاجموا وبيفتحوا ملعب، وال15 16 فرقه الباقيين هيبقى بالمنظر ده؟ يا اخي بالله عليك اسال اي مدرب تعرفه، سواء درجه رابعه سواء درجه ثالثه اي درجه، قول له لما انت بتبقى عايز تكسب وباقي ربع ساعة في الماتش واللعيبة كلها راجعة لورا، هتعمل إيه؟ هيقول لك هازوّد عدد المهاجمين قدّام، هافضل ألعب عرضيات والكلام ده، مش هافضل زي ما أنا أقول يالّا بقى هادخّل جون أهو يالّا بنستنى. طب إيه ده ما لعبت يعني منزّل أحمد رضا يخترق من العمق، ما هو ده اللي بيخلّيني أبقى متنرفز منه وأبقى مش طايقه. يا ريت بس اللي بيقولوا نصبر عليه، أنا بس عايز أعرف هنصبر عليه لحد إمتى، يا ريت يقولوا ويطلعوا يقولوا هنصبر عليه لحد إمتى، عشان عارف إن هم النهارده هيقولوا هو لعب حلو بس كان في سوء توفيق، مش هيقولوا إن هو عنده مشاكل، هيقولوا لأ في سوء توفيق عشان عرضتين جُم النهارده. وعشان بس ما ابقاش بانتقد بس، يا جماعة بن رمضان في حتة 10 أقسم بالله، الراجل كان بيدافع وبيهاجم وبيقطع وبيعمل كل حاجة يا جماعة، ما شاء الله عليه مش طبيعي. وبن شرقي يا جماعة، ما هو معلش بقى دلوقتي أنت مطلّع بن شرقي ليه؟ مطلّعه علشان لياقته؟ الراجل الماتش اللي فات لعب ال90 دقيقة ولعبهم حلو، والماتش ده لحد آخر ثانية أنت مطلّعه فيها كان بيجري وعمل sprint وعمل عرضية، فمعنى كده إن أنت مش مطلّعه علشان اللياقة، مطلّعه علشان خطة، عشان حاجة في دماغك. إيه بقى الحاجة في دماغك؟ نفسي أفهمها، نفسي أفهم الحاجة اللي في دماغك، أنا مستني المؤتمر الصحفي بتاعك أفهم أنت هتقول إيه. زي ماتش مودرن هتقول الحمد لله إن إحنا كان ممكن يدخل فينا جون بس إحنا اتعادلنا فخدنا نقطة. ما هو لو مدرب بالفكر ده في النادي الأهلي مش هينجح، النقطة خسارة عندنا والله. أنا قاعد أدوّر على مبرر للطريقة اللي هو عملها، أو للتغييرات اللي هو عملها، أو لطريقة اللعب المستمرة اللي هو بيعملها. كفاية كده بقى يا جماعة، واستنوا مني فيديو هاحلل لكم فيه الماتش وتحركات الفريق والكلام ده، عشان أبين لكم إن هو مش فاهم حاجة. ويا ريت اللي فضل معايا لحد دلوقتي يا جماعة يعمل لايك وسبسكرايب ويفعل الجرس والكلام ده، عشان ما ابقاش حارق دمي وكمان ما فيش لايكات وسبسكرايب. واكتب لي في الكومنتات لو أنت رأيك من رأيي، ولو أنت رأيك مش من رأيي فهّمني طيب، جايز أكون أنا عندي حاجة مثلًا مش شايفها، عشان يا ريت يبقى عندي حاجة مش شايفها. سلام.